الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكست نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. المنتخب الوطني النسوي يهدي قميصاً موقعاً لجلالة الملك خلال استقباله بمناسبة عيد العرش في أجواء احتفالية متميزة. بمناسبة الذكرى المجيدة لعيد العرش، خص جلالة الملك محمد السادس نصره الله لاعبات وأطر المنتخب الوطني النسوي باستقبال ملكي سامٍ بساحة عمالة المضيقة الفنيدق، تكريماً للإنجاز البارز الذي حققناه في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، حيث أحرزنا المركز الثاني بكل جدارة. وخلال هذا الاستقبال حرصت لاعبات المنتخب الوطني على تقديم قميص المنتخب كهدية رمزية إلى جلالة الملك، موقع من طرف جميع اللاعبات والأطر التقنية، تعبيراً عن امتنانهن العميق وتشريفاً بلقاء جلالته. هذا التكريم الملكي يعد اعترافاً رفيعاً بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها عناصر الفريق الوطني، ويجسد العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للرياضة الوطنية وللمرأة المغربية على حد سواء. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكراً لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.